السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا زهراء جمعة من هندسة المنيا، وجاية النهاردة اشرح لكم الدرس الاول جبر الصف الثالث الاعدادي. الدرس الاول بعنوان حل معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين بيانيا وجبريا. طيب، اول حاجة لازم نسأل نفسنا يعني ايه معادلة من الدرجة الاولى في متغيرين؟ يعني ايه؟ اقول لك انا معادلة من الدرجة الاولى معناها إن أعلى أس في المعادلة هو 1. أعلى أس في المعادلة 1. يعني مثلا لما تلاقي معادلة بالمنظر ده يقولك إيه؟ مثلا س زائد 2 صاد بيساوي 5. دي معادلة من الدرجة الأولى. ليه؟ لأن هنا الأس بتاع السين 1 والأس بتاع الصاد برضو 1. تمام؟ ففي الحالة دي اسمها معادلة من الدرجة الأولى. طب في متغيرين يعني س وصاد، يعني ما تلاقيش مثلا س بس أو تلاقي صاد بس، لا أنت بتلاقي السين والصاد. فدي كده بيطلق عليها معادلة من الدرجة الأولى في ايه؟ في متغيرين. معادلة من الدرجة الأولى لأن أس السين هنا موجب 1 وأس الصاد هنا موجب 1. تمام؟ الأس هنا موجب 1 والأس هنا موجب 1. ومتغيرين ليه؟ لأن هنا في سين وصاد، مش سين بس أو صاد بس. تمام. دي أول حاجة لازم نعرفها. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ازاي نحل معادلتين بيانيا؟ ازاي احل معادلتين بيانيا؟ اول حاجه انا بعملها ان انا لما يديني معادلتين من الدرجه الاولى وعايزه احلهم بيانيا بعمل ايه؟ اول حاجه بفرض قيم للسين. بفرض قيم للسين وبناء عليها هيطلع قيم، بناء عليها هيطلع قيم للصاد. يبقى انا بفرض قيم للسين وبناء عليها بيطلع قيم للصاد. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ بعمل جدول كده لذيذ خالص، واكتب فوق هنا س واكتب هنا صاد واكتب هنا ايه؟ مثلا فرضت مثلا 3 قيم 4 قيم ايا كان يعني. المهم انا فرضت كام قيمه، مثلا 1 و2. انا بكتب الانجليزي ان انا متعوده اكتب انجليزي انا في كليه هندسه وكده، فانا هكتب بالعربي خلاص. ادي 1 و2، فرضت 1 2 3 4 مثلا. بناء عن ان انا فرضت الارقام دي هيطلع لي قيم في الصاد، وليكن مثلا طلع مثلا في الاول طلع مثلا 5 7 8 9 كده. طيب وبعد كده بعد ما اعمل الحاجات دي هعمل ايه بعد كده؟ بعمل شبكة تربيعية. ادي ده محور الصاد وادي ده محور السين. بعمل شبكة تربيعية وابدأ امثل الجدول ده. يعني الجدول ده هيطلع لي كام زوج مرتب. عارفين يعني ايه زوج مرتب؟ الزوج مرتب يعني عندي قوس كده اهو بالشكل ده، والقوس ده فيه قيم للسين والصاد. فهنا هيطلع لي ايه؟ كم زوج مرتب؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. الزوج المرتب الاول 1 و5. الزوج المرتب الثاني 2 و7. الزوج المرتب الثالث 3 و8. الزوج المرتب الرابع 4 و9. يبقى انا عندي كام زوج مرتب؟ 4 ازواج مرتبه. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا ان انا همثل الأزواج دي على المحور. يعني مثلا هنا كده 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية، -1 -2 -3 إلى ما لا نهاية، 1 2 وهكذا. أو 1 و5 أدي 1 و5 مثلا، 2 و7 أدي 2 مثلا و7 وهكذا. وأبدأ أوصل النقط دي كلها إيه مع بعض، هيطلع لي خط إيه؟ مستقيم. هيطلع لي خط مستقيم. تمام. ده بعمله في كل معادلة من الاتنين. مش هو يديني معادلتين، هعمل الكلام ده في المعادلة الأولى وأعمل الكلام ده في المعادلة التانية. تمام. طب إيه اللي هيحصل؟ قالك أول ما تعمل الحاجتين دول، إن أنت ترسم المستقيمين اللي بيمثلوا كل معادلة منهم على الشبكة التربيعية، فأنت ممكن تلاقي حالة من 3. أول حالة إنك تلاقي المستقيمين دول متقاطعين. هتلاقوهم تقاطعوا في نقطة. يعني مثلا تلاقوهم بالمنظر ده. يعني مثلا ايه كده اهو. خلينا نستغل المساحة اللي فوق دي اهو. الحالة الأولى هتلاقي ايه؟ إن المستقيم الأول كده اهو مثلا
مثلا نسميه لام واحد، والمستقيم التاني هتلاقيه مثلا نجيب الشكل ده اسمه لام اتنين. تقاطعه في ايه؟ تقاطعه في نقطة. قالك النقطة دي هي مجموعة الحل. يبقى مجموعة الحل هي النقطة دي، وليكن مثلا النقطة دي مثلا هنا كده 1 وهنا كده مثلا 5، فالنقطة دي 1 و5. يبقى يقول لك هاتي مجموعة الحل، نعمل قوس مجموعة ونكتب الزوج المرتب فيها. تمام. ودي أول حالة. طيب تاني حالة، بعد ما ارسم المستقيم الأول أهو، ورحت لقيت المستقيم التاني منطبق عليه، لقيته ايه؟ منطبق عليه. في الحالة دي هنا المستقيمين تقاطعوا في عدد لا نهائي من الحلول. في عدد لا نهائي من ايه؟ من الحلول. فعندي ايه؟ نقطة المستقيم الواحد عليه عدد لا نهائي من النقط. طب تخيل بقى ان المستقيمين دول منطبقين على بعض، فتقاطعوا في عدد لا نهائي من ايه؟ من الحلول. فهنا مجموعة الحل حاجة كده احنا بنحفظها، حاجة كده احنا ايه؟ بنحفظها. بنعمل كده السين وصاد بالشكل ده لكل، وبنكتب المعادلة الأولى ماشي، وبنعمل ايه؟ نقول سين وصاد ينتمي لح تربيع بس. بدي في حالة لما يكونوا منطبقين. ودي الحالة التانية، بمجموعة الحل هنا بيبقى بالشكل ده محفوظة، بنحفظها بالشكل ده. ودي غالبا مش بتيجي يعني، بس احنا نعرفها للعلم بها يعني. تمام. اخر حالة هي ان يكون المستقيمين مالهم متوازيين. يعني مثلا مثلت الاول فطلع بالشكل ده، مثلت التاني فطلع بالمنظر ده، فهتبص هتلاقي ان المستقيمين ما تقاطعوش خالص. على فكرة انت لازم تعرف ان لما نقطة التقاطع دي هي مجموعة الحل، فهنا تقاطع في نقطة واحدة، فهنا ايه؟ مجموعة الحل هي النقطة دي. هنا تقاطع في عدد لا نهائي من النقط، فهنا دي مجموعة الحل. طيب هنا ما تقاطعش خالص، هنا مجموعة الحل فاي، مجموعة الحل فاي. وخلي بالك في فرق بين مجموعة الحل وعدد الحلول. في فرق بين مجموعة الحل وعدد الحلول. فاللي انا كاتباه ده كله ده اسمه مجموعة الحل، اسمه مجموعة الحل. طب ايه عدد الحلول؟ لو بصينا على اول واحدة مجموعة الحل طب عدد الحلول كام؟ عدد الحلول 1. يا سلام بقى لو كل واحد فيكم كده يكتب الكلام ده ورايا بطريقة منظمة في الكشكول بتاعه. الله. وتيجي بقى وانت بتحل هيقف معاك ترجع للشرح، حاجة رهيبة. طيب المهم، فهنا اللي في حالة المتقاطعين مجموعة الحل هي النقطة دي. طيب عدد الحلول 1، هو حل واحد بس، نقطة واحدة بس اللي تقاطعوا فيها. أما في حالة لما يكونوا منطبقين دي مجموعة الحل، ودي حاجة بنحفظها. أما بقى عدد الحلول فهنا عدد لا نهائي من الحلول، عدد لا نهائي من الحلول. ليه عدد لا نهائي؟ لأن هما تقاطعوا في عدد لا نهائي من النقط. عدد لا نهائي ايه؟ عدد لا نهائي من النقط. طيب في الحالة لما يكونوا متوازيين مجموعة الحل فاي، طب عدد الحلول 0. ليه عدد الحلول 0؟ لأن هما ما تقاطعوش ولا في نقطة، ما تقاطعوش خالص. فده هو ده اللي احنا هنعمله فيه اللي هو حل معادلتين بيانيا. أول ما يقول لي حل معادلتين دول بيانيا هعمل الخطوات دي. أنا جايبه لكم 3 أمثلة، وكل مثال هيوضح لي حالة من الحالات ال3 دول. أول مثال بيقول لك إيه؟ حل المعادلتين الآتيتين بيانيا. المعادلة الأولى بيقول لك 2 س ناقص ص بيساوي 5، والمعادلة الثانية س زائد 3 ص يساوي زائد 1 بيساوي 0. أول حاجة هعملها عشان يبقى حلي منظم، هجيب إيه؟ المسطرة بتاعتي. هقسم الصفحة نصين. بالشكل ده. تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ اخد المعادلة الاولى في الناحية دي اللي هي ايه؟ اللي هي 2 س ناقص الصاد يساوي 5، واخد المعادلة التانية الناحية دي س زائد 3 صاد زائد 1 بيساوي 0. لما اخد
المعادلة الأولى هبدأ أعمل نفس الحاجة، إيه هي؟ إن أنا هفرض قيم س وص وأعمل جدول، وليكن أنا هعمل جدول أهو. طبعا أنت هتعمل الحاجات دي كلها بالمسطرة، تمام؟ أنا بس عشان ماسكة المايك في إيد وبكتب بإيد فمش هعرف أعمل الاتنين، لكن أنت تعمل الحاجات دي بالمسطرة حلك هيبقى منظم ورهيب، تمام؟ أدي هنا س وأدي هنا ص. هفرض مثلا 3 قيم كفاية، أدي قيمة وادي 2 وادي 3. هفرض مثلا السين بواحد واتنين وتلاتة، هشوف هنا ايه الصاد هتطلع بكام. لما اعوض عن السين بواحد، 2 في 1 ب2، 2 في 1 ب2 ناقص الصاد بيساوي 5. طيب اذا الصاد بكام؟ لما اودي بعكس الاشاره هتلاقي ان السالب صاد بيساوي 5 ناقص 2 3، يبقى الصاد تطلع بكام؟ بسالب 3. يبقى لما عوضت عن السين بواحد طلعت الصاد بسالب 3. طيب لما اعوض عن السين ب2 هنعوض 2 في 2 ب4، 4 ناقص الصاد بيساوي 5. يبقى اذا السالب صاد بيساوي ايه؟ ودي ال4 بعكس الاشاره هتطلع بواحد، يبقى الصاد بكام؟ بسالب 1. يبقى هنا سالب 1. لما اجي اعوض بالتلاتة، 2 في 3 ب6، 6 ناقص الصاد بيساوي 5. يبقى اذا السالب صاد بيساوي، ودي ال6 بعكس الاشاره، 5 ناقص السالب 6 5 ناقص 6 اللي هي تبقى سالب 1، يبقى صاد بكام؟ الصاد ب1. يبقى ده اول جدول انا عملته. بعد كده هعمل المعادلة التانية بنفس الطريقة. اول حاجة هعمل الجدول بتاعي بالمسطرة، بأكد على الكلام، بالمسطرة س وصاد. هفرض 3 قيم. هنا هفرض ايه مثلا؟ لو فرضت 1 هتلاقي ايه؟ 1 زائد 1 2 هيطلع كسور، 2 وده عكس الإشارة سالب 2 هنقسم على، هيطلع كسور كتير. خلاص أنا مثلا هفرض بسالب 1 مثلا. ليه؟ إن السالب 1 دي هتروح مع السالب 1 دي، يعني هنقول سالب 1 زائد 3 صاد زائد 1 بيساوي 0. سالب 1 مع سالب 1 راحوا مع بعض، يبقى 3 صاد بيساوي 0، يبقى الصاد ب0. طيب في الحالة التانية افرض ايه؟ سالب 2 مثلا. لو قلت سالب 2 هيطلع ايه؟ انا بدي بعكس الاشاره يبقى 1 اقسم هتبقى تلت. لا مثلا سالب 3، سالب 3 هتطلع برضو كاس سالب 4. لو حاولت اعمل سالب 4 مثلا، هنقول سالب 4 زائد 3 صاد زائد 1 بيساوي 0. سالب 4 و1 سالب 3 زائد 3 صاد بيساوي 0. بإذن 3 صاد بيساوي 3، يبقى الصاد ب1. طيب لو جربت سالب 5، سالب 5 و1 سالب 4 ودي بعكس الإشارة 4 هتقسميه هتطلع 4 على 3 كسر. لا جرب سالب 6. لو هحط بسالب 6 زائد 3 صاد زائد 1 بيساوي 0. سالب 6 و1 سالب 5. ايه ده؟ برضو مش هتنفع. خلاص ممكن نجرب ايه؟ ممكن نجرب، هتلاقيها طلعت 3، هتلاقيها طلعت ب5 على 3 وده كسر. احنا عايزين ايه؟ اعداد صحيحة. طيب هنعمل ايه؟ لو جربنا مثلا 5 و1 6، يبقى هنا 5 زائد 3 صاد زائد 1 بيساوي 0. 5 و1 6 ودي بعكس الإشارة سالب 6، يبقى 3 صاد بيساوي سالب 6. بإذن الصاد بكام؟ بسالب 2. يبقى أنا كده عملت الجدول الأول بتاع الأولى، وأدي الجدول التاني. هنيجي نرسم الرسم البياني. هنعمل إيه؟ أدي أهو. طبعا كل ده يا جماعة بالمسطرة. أدي ده محور الصادات، وأدي ده محور السينات. أدي الصاد السالب، أدي السين السالب. لو بصينا هنا هتلاقي ان ايه؟ ان الجدول عندنا 1 و2 و3 سينات، وسالب 1 وسالب 4 و5. نشوف بس الرينج اللي احنا هنبقى فيه. ادي عندي 1 و2 و3 و4 و5. سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. وعندي الصادات سالب 3 سالب 1 1 وصفر و1 وايه، يعني عندنا في الموجب لحد 1 والسالب لحد سالب 3.
الرينج اللي احنا هنبقى فيه. ادي عندي 1 2 ادي 3 ادي 4 ادي هنا مثلا -1 ادي ايه -2 ادي -3. لو حبينا هنعوض نعمل مثلا الاولاني ده اول بتاع اول زوج مرتب 1 وسالب 3 1 وسالب 3 1 فين هنا ادي 1 وسالب 3 يبقى عندي النقطة دي. طيب تاني نقطة 2 وسالب 1 2 وسالب 1 2 وسالب 1 هنا كده. تالت نقطة 3 و1 3 و1 اهو هنا كده. وهنبدأ نعمل ايه هنوصل المستقيم. هنوصل ممكن نعمل دي كده شوية اهو، ونبدأ نوصل ايه المستقيم بتاعنا. طبعا كل ده بالمسطرة هيبقى احسن من كده بكتير. ده مثلا لم 1. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنمثل المستقيم التاني -1 وصفر. اول نقطة -1 س -1 وصفر يبقى تبقى هنا. تاني واحدة -4 و1 -4 و1 هنا. طيب بعد كده 5 وسالب 2 5 فين 5 اهي وسالب 2 صادات -2 تبقى هنا كده. وهتبدأ نفس الكلام تعملي ايه؟ توصلي ده بالايه بالمسطرة. هتلاقي ان هنا تقاطع في نقطة. ايه النقطة اللي تقاطع فيها؟ اللي هي النقطة 2 وسالب ايه 2 وسالب 1. ففي الحالة دي هنا هنقول ايه؟ مجموعة الحل هي نعمل قوس مجموعة وادي الزوج المرتب 2 وايه 2 وسالب 1. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحل السؤال التاني. السؤال التاني بيقول ايه؟ حل المعادلتين آتيتين بيانيا. طبعا ده هنا اهو ده الحالة الأولى اللي هي متقاطعين. الحالة الأولى هي ايه؟ متقاطعين. طب لو حد سألك وقال لك عدد الحلول هنا كام؟ هتقول ايه؟ هتقول 1. عدد الحلول 1. تقاطعوا في نقطة واحدة بس. جميل. طب هنا الحالة التانية ده هيمثل لي حالة برضو. حل المعادلتين الآتيتين بيانيا. ص بيساوي 2 س ناقص 4 و4 س بيساوي 2 ص زائد ايه؟ زائد 8. في الحالة دي هنعمل نفس الكلام بالظبط. ادي اهو هنقسم الصفحة نصين. هنعمل ايه؟ هناخد المعادلة الأولى هنا ادي الجدول بتاعها نعمل بالراحة كده. كل ده بالمسطرة يا جماعة بنأكد عليكم. ادي فرض 2 3 كفاية 3 ادي السين وادي الصوت. وادي هنا نفس الكلام هنعمل ايه؟ دي المعادلة التانية اهو الشكل ده. ادي هنا السين وادي هنا الصاد. هنفرض فرض 2 3. لما نيجي هنفرض مثلا المعادلة الأولى دي. هنفرض مثلا السين بصفر هتطلع الصاد بكام؟ لو السين بصفر هتطلع الصاد بسالب 4. طيب لو السين ب1 يطلع الصاد بكام؟ 2 في 1 ب2 ناقص 4 2 ناقص 4 بسالب 2. طيب لو عوضت السين مثلا ب2 2 في 2 2 في 2 ب4 4 ناقص 4 0. يبقى لما اعوض دي ب2 هتطلع هنا بايه؟ بصفر. طب لما نيجي في المعادلة التانية نفس الكلام. هنفرض ايه؟ السين مثلا لو عوضت عن السين ب0 ايه اللي هيحصل لو عوضت عن السين ب0؟ لو عوضت عن السين ب0 تبقى هنا الكلام ده 0 بيساوي 2 ص زائد 8. ودي 8 بعكس الإشارة -8. -8 على 2 بسالب 4. طيب بعد كده لما اعوض مثلا ب1 مش عارفة هتنفع ولا ايه. 4 في 1 ب4
4 بيساوي 2 صاد زائد التمانية. هنودي بعكس الإشارة تبقى سالب 8. 4 ناقص 8 سالب ايه؟ سالب 4 بيساوي 2 صاد، يبقى إذا الصاد بكام؟ بسالب 2. جميل. طيب في الحالة اللي بعد كده لما تعوض مثلا ب2، لما تعوضي ب2 أو سيبك من 2 خليها مثلا 3، مش عايزين نخلي الفرض هنا وهو هنا، عادي. اي ارقام بس المهم ما تطلع لناش كسر، احنا عايزين اعداد صحيحه. تمام، يعني مش شرط اختار الصفر 1 2 3، احنا بنختار الارقام دي بس علشان سهله. لكن لو هي طلعت لي كسور لا مش هاخدها، اخد ارقام تانية سالبه عادي. لو عوضت ب3 3 في 4 ب12 بيساوي 2 صاد زائد التمانية، ودي بعكس الإشارة يبقى 2 صاد بيساوي كام؟ 12 ناقص 8 كام؟ 4. على 2 فيها ال4. فده المستقيم الأول وده المستقيم التاني. هنعمل ايه بعد كده؟ هنمثل. أظن الخطوات بدأت تتحفظ. أول حاجة بعملها إن أنا بعمل ايه؟ بفرض ارقام وبعمل جدول، وبعد كده برسم رسم بياني واشوف الحاله اللي هتطلع لي. يعني المساله سهله جدا. ادي صاد شرطه، ادي هنا عندي الرينج بتاعي 1 2 3، كفايه عليا كده. وهنا السوالب مفيش كتير، يعني مفيش سوالب اصلا. طيب الصادات عندي، السوالب اللي في الصادات حد -4، فاقول -1 -2 -3 -4. طيب الموجب لحد 4 ادي 1 2 3 4. لما اجي بقى اعمله، انا عندي زوج مرتب هنا كام؟ 0 و-4 اول زوج، تاني زوج 1 و-2، تالت زوج 2 و0. تمام، هنبدأ نمثل زوج. اول زوج 0 و-4، السين ب0 والصاد ب-4، يبقى النقطة دي. طيب بعد كده 1 و-2، السين ب1 والصاد ب-2، فتبقى النقطة دي. طيب بعد كده 2 و0، الصاد ب2 والسين ب0، الصاد ب2 والسين ب0، الصاد ب2 السين ب2 وانا اقول برضو السين هي اللي ب2 والصاد ب0، فتبقى النقطة دي. هتيجي بقى ايه؟ توصلهم بالشكل ده. ادي ده لام 1. هنيجي لام 2 0 و-4، السين ب0 والصاد ب-4، اللي هي النقطة دي. هي النقطة ايه الأولانية. 1 و-2، 1 و-2 هي النقطة دي برضو. طب 3 و4، 3 السين ب3 والصاد ب4، اللي هي دي. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان المستقيمين مالهم لام 2 مالهم منطبقين. الله، طالما المستقيمين منطبقين يبقى مجموعة الحل اللي احنا حافظينها س وصاد لكل، هنكتب المعادلة ايه؟ صاد بيساوي 2 س ناقص 4 المعادلة الأولى، وبعدين نقول ايه؟ س وصاد تنتمي لايه؟ لح تربيع. بس دي مجموعة الحل. طب لو حد بقى قال لي هاتي عدد الحلول، اقول له عدد الحلول عدد لا نهائي من الحلول. عدد لا نهائي من ايه؟ من الحلول. طيب هندخل على المثال اللي بعديه. هنكمل السؤال الثالث. معلش الكاميرا بتفصل بس. اول حاجه هنعمل نفس الكلام. انا عندي معادلتين وبيقول لي حلوهم بيانيا. هعمل ايه؟ هقسم الصفحه نصين، كل حاجه بالمسطره يا جماعه. هعمل ايه؟ اول جدول للايه دي؟ للمعادله الاولى، ادي س وادي صاد وادي عندي 3 فروض. طيب بعد كده جدول الناحيه الثانيه للمعادله الثانيه، ادي س وادي صاد وادي 3 فروض. تمام. هنيجي نفرض لدي. هفرض السين. لو فرضت السين ب0، لو حطيت السين ب0 الصاد هتطلع بكام؟ لو حطيت السين ب0 هقول ان الصاد بيساوي 0 ناقص ايه؟ -2، تبقى ب-2، يبقى الصاد ب-2. طيب بعد كده لو فرضت السين ب1 هنقول ايه؟ ان الصاد بتساوي 2 في 1 ب2 ناقص 2 هتطلع ب0. طب بعد كده لو فرضت ان السين مثلا ب2 هتقولي ان الصاد بتساوي 2 في 2 ب4 ناقص 2 2. خلصت. يبقى ده
أول جدول. تاني جدول اللي هي المعادلة التانية، لو فرضت السين بصفر، هي أسهل حاجة تفرضها إن السين بصفر، أسهل حاجة. لو فرضت إن السين بصفر هتلاقي إن 2 صاد، طبعا ناقص صفر مش هنكتبه، ناقص الاتنين بيساوي الصفر، يبقى إذا 2 صاد بيساوي الاتنين، يبقى صاد بواحد. طب لو فرضت إن الصاد أو السين أقصد بواحد، هنشوف هتطلع كسر، لو كسر مش هنلغيها على طول. تمام. لو فرضت ان هي بواحد هتقول ان 2 صاد ناقص الاربعة ناقص الاتنين بيساوي الصفر، يبقى اذا 2 صاد بيساوي هنا كده سالب 4 وسالب 2 سالب 6، تروح بعكس الاشاره بموجب 6، يبقى الصاد بكام؟ هنقسم على الاتنين، يبقى الصاد ب3. طيب بعد كده هنقول ايه؟ بعد كده هتقول ايه؟ هنفرض مثلا ب2، هنقول ان 2 صاد ناقص 2 في 4 ب8 ناقص 2 بيساوي الصفر، يبقى 2 صاد ناقص 10 بيساوي الصفر، وهدي بعكس الإشارة بموجب 10، يبقى الصاد ب5. خلصت. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده نمسح الحتة دي كده، هنعمل ايه؟ الرسم البياني بتاعنا. بسم الله، ادي اهو بالمسطرة. انا بس عشان مش عارفة اتحكم قوي عشان انا ماسكة المايك بايد والقلم بايد، لكن انتوا بالمسطره بقى هتطلعوا يعني حاجات حلوه خالص. ادي الصاد وادي الصاد شرطه وادي السين وادي السين شرطه. انا عندي السينات كلهم في الموجب وكلهم 0 1 2، هنا 0 1 2 و 0 1 2، فهنا عندي 0 ادي 1 ادي 2، وما مش عنديش كتير يعني هنا. طيب الصادات اقصى حاجه عندي 5 في الموجب، يبقى عندي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، ممكن نطول كمان شويه ادي 5. تمام. طب في السوالب اقصى حاجه عندي -1 -2 اقصد -1 ادي -2. لو هنيجي نعمل ده هنا عندي كام؟ 0 وسالب 2، الزوج الاول الزوج التاني 1 و0. خلي بالك لازم تبدا بالسين الاول، مسقط سيني ومسقط صادي. طيب وبعد كده 2 و2، لو همثل اول زوج 0 وسالب 2، ادي 0 وسالب 2 اهو، هي دي. طيب بعد كده 1 وصفر، ادي السين ب1 والصاد ب0، تبقى هي دي. طيب 2 و2، ادي 2 وادي 2 اللي هي دي. هتلاقي ان انت وصلتي اول مستقيم هنسميه لام 1. طيب بعد كده عندي المستقيم التاني 0 و1، 0 و1 السين ب0 والصاد ب1، يبقى هنا. طيب 1 و3 السين ب1 والصاد ب3 اللي هي هنا. طيب السين ب2 والصاد ب5، 2 و5، السين ب2 والصاد ب5، 2 و5 اللي هي هنا. بصيت لقيت ان المستقيمين متوازيين. الله، طالما متوازيين يبقى مجموعة الحل فاي، دي مجموعة الحل، مفيش ولا نقطة تقطعوا فيها. طب عدد الحلول بيساوي الصفر. تمام. وعرفنا الفرق بين ايه؟ مجموعة الحل وعدد الحلول. ده الجزء الاول. طيب بعد كده هندخل على الجزء الثاني، بيقولك ازاي نحدد عدد الحلول بدون الرسم البياني. يعني نجيب عدد الحلول من غير ما ارسم واحل كل الحاجات اللي انا حليتها دي. اعمل ايه؟ قالك بعمل حاجة اسمها ان انا بجيب الميل، بجيب حاجة اسمها الميل، اظن كلكم عارفين يعني ايه. هنجيب الميل. قالك انا عندي قانونين للميل. ايه؟ عندي قانونين للميل. اول قانون هو سالب معامل س على معامل ص. تاني، سالب معامل س على معامل ص. وساعات بستخدم ان معامل س على معامل ص من غير السالب. طب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ ده بستخدمه لما السين والصاد يكونوا في طرف واحد. لما السين والصاد يكونوا في طرف واحد بستخدم القانون ده اللي هو في السالب. اما لما يكون السين والصاد في طرفين مختلفين فبستخدم القانون اللي هو من غير السالب ده. يعني مثلا لو لقيت ان مثلا 5 س زائد الصاد بيساوي 7، فهنا هستخدم القانون الاول. ليه؟ لان السين والصاد في طرف واحد كلهم قبل علامة اليساوي.
اما لو لقيت ان 5 س بيساوي الصاد زائد 7، لحين هستخدم القانون ده. ليه؟ لان السين في طرف قبل علامة يساوي، والصاد في طرف تاني اللي هو بعد علامة اليساوي. دي اول حاجة. طيب وبعد كده بعد ما اجيب الميل، بجيب الميل للمستقيم الاول والميل للمستقيم التاني، فبيطلع لي حالة من الاتنين. ايه الحالة؟ الحالة الاولى ان الاقي ان الميل الواحد، الميل الاول بيساوي الميل 2. في الحالة دي افهم على طول ان المستقيمين مالهم متقاطعين. اعرف كده ان المستقيمين دول متقاطعين، ومنها اعرف عدد الحلول 1. تمام. طيب لو لقيت ان الميم 1 لا يساوي الميم 2، اعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بجيب حاجة اسمها نقطة تقاطع كلا من المستقيمين مع محور الصادات. ايه؟ بجيب نقطة تقاطع كل من المستقيمين مع محور الصادات. يعني اجيب نقطة تقاطع المستقيم الاول مع محور الصادات، ونقطة تقاطع المستقيم التاني مع محور الصادات. طب اجيبها ازاي دي؟ بان انا بعوض عن السين بيساوي الصفر، بان انا بعوض بالتعويض بالسين بيساوي صفر لكل معادلة. لما اعوض بالسين بيساوي صفر هيطلع لي الصاد. كده انا جبت ايه؟ نقطة تقاطع المستقيم الاول مع محور الصادات. طب لما اعوض عن السين بصفر في المعادلة التانية هيطلع لي الصاد، وكده يبقى انا جبت ايه؟ نقطة تقاطع المستقيم التاني مع محور الصادات. طيب هلاقي ايه؟ هيلاقي احتمالين. اول احتمال ان الاقي ان النقطتين مالهم متساويتين. الاقي النقطة الاولى بتساوي النقطة التانية، وفي الحالة دي أفهم إن المستقيمان منطبقان. أفهم إن المستقيمان منطبقان، ومنها أعرف عدد الحلول عدد لا نهائي. طيب لو لقيت النقطتان مالهم؟ النقطتان غير متساويتان. في الحالة دي أعرف إن المستقيمان متوازيان، وأعرف إن عدد الحلول يساوي صفر. ده ملخص إزاي أعرف عدد الحلول من غير مرسم ومن غير محل الحلول دي كلها. وعندي اهو مثال بيقول لك إيه؟ أوجد عدد الحلول كل زوج من المعادلات الآتية. أول زوج من المعادلات أهو إن السين زائد 2 صاد زائد بيساوي 1، و2 س زائد 3 صاد بيساوي 12. أول خطوة أعملها إيه؟ إن أنا أجيب الميل. هبص هنا اجيب الميل الاول. ميل 1 بيساوي كام؟ هنا هنا السين والصاد في طرف واحد، فاستخدم ايه؟ سالب معامل س على معامل صاد. سالب معامل س، معامل س هنا كام؟ ب1 بسالب 1 على معامل صاد بكام؟ ب2، يبقى الاتنين بسالب نص. يبقى الميم 1 الميل الاولاني بيساوي سالب نص. طب الميم 2 هنا س وصاد في طرف واحد، فهقول ان سالب معامل س معامل الصاد. معامل س كام؟ 2، يبقى سالب 2 على معامل الصاد. معامل الصاد كام؟ 3، يبقى سالب 2 على 3. بصيت على الميلين لقيت ان الميم 1 لا يساوي الميم 2، يبقى انا لازم اجيب ايه؟ نقطة تقاطع كل من المستقيمين مع محور ايه؟ الصادات. يعني ايه؟ يعني اعوض بالسين بايه؟ بصفر. فلما اجي اعوض عن السين بصفر في الحالة الاولانية هعوض عن السين بيساوي الصفر، فايه اللي يحصل؟ هقول ان 2 صاد بيساوي 1، يبقى اذا الصاد بكام؟ بنص. فالنقطة تقاطع المستقيم الاول مع محور الصادات 0.5. جميل. هاجي هنا هعوض عن السين بيساوي الصفر. ايه اللي هيحصل؟ لما اعوض هنا هقول ان 3 صاد بيساوي 12، فاذا الصاد هتبقى بتساوي 4. يبقى نقطة تقاطع المستقيم الثاني مع محور الصادات بيساوي ايه؟ 0 و4. بصيت لقيت ان النقطة الاولى لا تساوي النقطة الثانية، الاثنين دول لا يساووا بعض. فافهم ايه؟ لما يكونوا نقطتين غير متساويتان فيبقى ايه دول؟ يبقى اذا المستقيمان متوازيان، فاذا عدد الحلول اللي هو عايزه يساوي 0. جميل جميل. هندخل على الجزء اللي بعده. بيقولك المثال التاني برضو عندي معادلتين، هعمل ايه وعايز عدد الحلول بتاعهم؟ هعمل ايه؟ هجيب ميم 1 بيساوي سالب معامل س على معامل صاد ولا معامل س على معامل صاد؟ في سالب ولا مفيش؟ لا في سالب. ليه؟ لان س والصاد في نفس الطرف، فهقول سالب معامل س يبقى سالب 4 على معامل صاد سالب 1 هتبقى بتساوي كام؟ 4. يبقى ده الميم 1. طب الميم 2
هتلاقي ان سالب معامل س على معامل ص سالب 8 سالب معامل س سالب 8 على معامل ص اللي هو 2، فهتلاقيه كام؟ 8 على 2 هي بيساوي 4. الله، ده طلع لي ميم 1 بيساوي الميم 2، فإذا المستقيمان متقاطعان. يعني إذن عدد الحلول يساوي 1. جميل. المثال الثالث والأخير بيقولك 2 س ناقص 3 ص بيساوي 6 وص بيساوي 2 على 3 س زائد التلاتة. هجيب ميم 1 بيساوي سالب معامل س على معامل ص سالب 2 على السالب 3 اطلع بكام؟ ب2 على 3. جميل. هنا الميل هيساوي كام؟ ميل 2 هيساوي كام؟ هنقول هنا معامل س على معامل ص بدون السالب. ليه بدون السالب؟ علشان السين في طرف والصاد في طرف، فهنا هنقول معامل س ومعامل ص. معامل س بكام؟ 2 على 3 على 1 يبقى 2 على 3. الله، لقيت ان ميم 1 بيساوي ميم 2، لقيتهم بيساووا بعض، فميم 1 بيساوي ميم 2، فاذا المستقيمان متقاطعان، فاذا عدد الحلول يساوي 0. تمام. هندخل على الجزء اللي بعده، وهو ازاي احل المعادلتين من الدرجة الاولى جبريا. بقى ازاي احلها جبريا؟ الله، قالك بنحل المعادلتين جبريا بطريقتين. اول طريقة اسمها طريقة التعويض، والطريقة التانية اسمها طريقة الحذف. والهدف منهم هما الاتنين ان انا اعمل ايه؟ اتخلص من متغير واحد. اخلص من متغير من الاتنين، يعني اخلص من السين او اخلص من الصاد، وهنشوف ازاي. اول مثلا طريقة التعويض، بيقولك مثلا حلي المعادلتين دول بطريقة التعويض اهو. احلها ازاي؟ قالك الهدف من طريقة التعويض ان انا باجي اعمل لك الخطوات، يعني تلخيص الخطوات. هنا بعمل ايه؟ باخد نجيب اكتب لك بالبلدي خالص اهو، نجيب متغير بدلالة متغير آخر. يعني أجيب مثلا السين بدلالة الصاد أو الصاد بدلالة السين وأعوض فيها في التانية، هتلاقي إن المعادلة التانية طلعت في مجهول واحد بس تقدر تجيبه. هنشوف إزاي. مثلا بصيت على المعادلة التانية، لقيت إن هنا بحاول أدور أنا على يكون معامل المتغير موجب واحد، يكون معامل متغير موجب واحد. ليه؟ لأن ده هيسهل عليا، مش هقعد بقى أقسم على العدد اللي جنبيه ومش عارفة إيه. فبصيت هنا لقيت إن معامل السين هنا موجب واحد، فهجيبها. أجيب السين هنا، لو جبت السين هنا الواحدة في طرف هودي كل ده بعكس الإشارة، هيبقى سالب 3 صاد ناقص الواحد. بس هقوم معوضة بالقيمة اللي أنا طلعتها للسين دي في المعادلة الأولى. تاني، يبقى أنا بجيب السين بدلالة الصاد. هنا جبت السين بدلالة الصاد، وأعوض باللي أنا جبته ده في المعادلة الأولى. هعوض، أحوش كل سين وأحط مكانها القيمة دي. 2 في سالب 3 صاد ناقص الواحد ناقص الصاد بيساوي 5. ونبدأ بقى نعمل إيه؟ نبدأ نضرب الاتنين هنا. 2 في سالب 3 سالب 6 صاد، و2 في سالب 1 بسالب 2 ناقص الصاد الكلام ده ب5. طيب سالب 6 صاد وسالب صاد بسالب 7 صاد ناقص الاتنين بيساوي 5، يبقى سالب 7 صاد بيساوي، نودي الاتنين بعكس الإشارة، 5 زائد 2 7، يبقى إذا الصاد كام؟ بسالب 1. هنقسم على السالب 7 هنا وهنقسم على السالب 7 هنا، هطلع بسالب ايه؟ 1. طب انا عايز اجيب السين، هعوض. السين بيساوي، مش السين بيساوي سالب 3 صاد ناقص الواحد من المعادلة دي؟ هنعوض بقى بالسالب 1 هنا، يبقى السين هتطلع بتساوي كام؟ سالب 3 في سالب 1 ناقص الواحد. سالب 3 في سالب 1 ب3 ناقص الواحد تطلع ب2. يبقى اذا الزوج المرتب كام؟ 2 وسالب 1. 2 وسالب 1، يبقى هي دي مجموعة الحل. يبقى هو عايز مجموعة الحل، هي دي مجموعة الحل بطريقة ايه؟ باستخدام طريقة التعويض. يبقى عرفنا ان بنستخدم ازاي طريقة التعويض. بنجيب متغير بدلالة متغير آخر ونعوض فيه في المعادلة اللي احنا التانية.
تمام. يعني مثلا انا جبت ايه من المعادله الثانيه السين بداله الصاد وعوضت فيها في المعادله الاولى، طلعت لي معادله في متغير واحد اللي هو الصاد، عرفت اجيب الصاد ومنها عوضت جبت ايه، جبت السين وخلاص. وخلاص كده انا جبت ايه، مجموعه الحل. تمام. وخلي بالك مجموعه الحل في ناس كتير بتغلط في ايه، في ان تكتب لك القيمه اللي جبتها الاول في المسقط الاول. هنا ده غلط، لازم ابدا بالمسقط السيني وانتهي بالمسقط الصادي. في ناس بتستعجل وتكتب -1 و2، لا غلط، هي 2 و1، هي 2 و1، ببدا بالسين وانتهي بالصاد. بعد كده طريقه الحذف. طريقه الحذف دي مختصر برضو الكلام، ان انا بعمل ايه، ان انا برضو بحاول احذف متغير من الاتنين. بحاول احذف متغير من الاتنين، يحذف السين يحذف الصاد، اتخلص من واحد من الاتنين بحيث يطلع لي معادلة فيها متغير واحد بس اقدر اجيبه. طيب هعمل ايه؟ فانا بحاول ان انا احذف متغير من الاتنين، يحذف السين واخلي الصاد، يحذف الصاد واخلي السين، وكده ايه يبقى عندي مجهول واحد بس اقدر اجيبه بسهوله واعوض واجيب المجهول التاني. طيب فبعمل ايه؟ قالك اول خطوه بتعمليها ان انت بتكتب المعادلتين على الصوره ايه، على الصوره ا س زائد ب ص بيساوي ج، تكتبها بالشكل ده. يعني الحد المطلق بيبقى بره، الحد المطلق بيبقى ايه، بيبقى بره. تمام. فدي على الصوره دي على الصورة دي فنكتبها زي ما هي، بنكتب 2 س ناقص الصاد بيساوي 5. طب دي على الصورة دي لا، يبقى انا لازم اخلي ايه، اطلع ده بره بعكس الاشارة، فاقول ان السين زائد 3 صاد بيساوي -1. انا الوقت عايزة اتخلص من واحد من الاتنين، عايزة مثلا لو انا هتخلص من السين، فدلوقتي انا عايزة اعمل ايه، عايزة اخلص من السين. فعشان اخلص من السين لازم اخلي معامل السين فوق هو معامل السين تحت بإشارة مخالفة. تاني لازم أخلي معامل السين فوق هو معامل السين تحت بس بإشارة مخالفة، بحيث لما أجمعهم على بعض السالب 2 س تروح مع الموجب 2 س وتطير ويبقى عندي ايه، الصاد بس. طيب ازاي هعمل ده؟ قالك عندك طريقتين. أول طريقة إن أنا أضرب في 2 على طول، يعني أنا هضرب في 2 على طول، اضرب في 2 في المعادلة التانية، مثلا دي خليها دي المعادلة الأولى وهنسمي دي المعادلة التانية. فهنقول بضرب المعادلة 2 في 2 اضرب. فهنزل المعادلة الأولى زي ما هي 2 س ناقص الصاد بيساوي 5، اضرب المعادلة التانية في 2 هتبقى 2 س 2 في 3. خلي بالك بنضرب المعادلة كلها، مش بضرب السين بس، مش بضرب الحاجة اللي أنا هطيرها بس، أنا بضرب المعادلة كلها. ف2 في 3 ب6 صاد بيساوي، ما تنسوش ده، في ناس كتير بتنسى الحد المطلق، في ناس كتير قوي بتنسى تضرب الرقم في الحد المطلق، فهنا تبقى -2. فهبص هلاقي ان انا فعلا وصلت ان انا اخلي معامل السين فوق هو معامل السين تحت. بس انا عايزه اعمل ايه، عايزه اعكس الاشاره. اعمل ايه؟ بنقول بحاجه اسمها بالطرح. يعني ايه بالطرح؟ بطرح المعادلتين من بعض. بطرح المعادلتين دي معناها ان انا بغير اشارة معادلة منهم، وكأني بضرب معادلة منهم في -1. تاني، بالطرح دي معناها ان انا بغير اشارة معادلة منهم وكأني بضرب معادلة منهم في -1. فهغير اشارة اللي تحت دي مثلا، فغيرها، دي موجبة صح اخليها سالبة، دي موجبة صح اخليها سالبة، دي سالبة صح اخليها موجبة، وابدا بقى ايه اعملهم، اجمعهم بقى. طالما غيرت اشارتهم ابدا اجمع. 2 س ناقص 2 س هتبقى كام؟ 0، ده تروح مع دي. طيب سالب صاد ناقص 6 صاد، انا باخد الاشاره اللي انا غيرتها، مش باخد الاشاره القديمه، انا باخد الاشاره اللي انا غيرتها. سالب صاد ناقص 6 صاد يبقى كام؟ سالب 7 صاد. الكلام ده بيساوي 5 زائد 2 7. طب الصاد في الحالة دي يطلع بكام؟ يطلع ب1. جميل. طب أنا عايز السين، أعوض في أي معادلة منهم، وليكن هعوض في المعادلة الأولى اللي فوق خالص دي. فأقول إن 2 س ناقص الصاد بيساوي 5، هعوض عن الصاد بإيه؟ ب1، يبقى 2 س ناقص
ناقص ناقص واحد يبقى زائد واحد بيساوي 5. يبقى 2 س يطلع بكام؟ ودي بعكس الإشارة يطلع ب4. يبقى س ب2. خلصت. طب مجموعة الحل كده، مجموعة الحل 2 وسالب 1. جميل جميل. طيب في واحد تاني هيقولك لا، انا عايزه اخلص من الصاد، انا عايز اخلص من الصاد. هعمل ايه؟ هبص هنا هكتب معادلتين بنفس الشكل، 2 س ناقص الصاد بيساوي 5 واسميها معادله اولى، وهكتب س زائد 3 صاد وبيساوي سالب 1 واسميها معادله تانية. انا عايز اخلص من الصاد. فانا كده انا عايزه اخلي معامل الصاد تحت هو معامل الصاد فوق بس باشاره مخالفه. طب هي الاشاره كده كده مخالفه، واحده موجب وواحده سالب، يبقى انا هضرب اللي فوق بكام؟ في 3 عشان هنا معامل دي 3، عايزه اخلي اللي فوق زي اللي تحت فهضرب دي في 3. فهقول بضرب المعادله 1 في 3، اضربها في 3. طيب لما نيجي نضربها في 3 2 في 3 ب6 س ناقص 3 في 1 3 صاد بيساوي 3 في 5 ب15. هننزل لتحت س دي معناش فيها حاجة المعادلة التانية زائد 3 صاد بيساوي سالب 1. هتلاقي ان اللي فوق هو اللي تحت. هنقول ايه؟ بالجمع دي انا مش بغير الاشاره. امتى اقول بالطرح وامتى اقول بالجمع؟ بقول بالطرح لما الاقي الاتنين بنفس الاشاره، فانا عايز اغير اشاره واحده منهم عشان لما اجمعهم يطيروا مع بعض. فهنا قلت بالطرح فغيرت اشاره واحده منهم طيرتهم مع بعض. اما هنا بالجمع معنى كده ان هي اصلا الاشارتين مختلفتين، فانا هجمع على طول. طيب لما اجمع 6 س وس 7 س، طب سالب 3 صاد و3 صاد هيروحوا مع بعض. طيب 15 وسالب 1 ده بيساوي 14. هتلاقي ان الس طلعت ب2. الله. طيب انا عايز اجيب الصاد، هعمل ايه؟ هعوض في اي واحده منهم، ولا كأني اعوض في الاولى دي. عندي المعادله الاولى 2 س ناقص الصاد بيساوي 5، هعوض ب2. 2 في 2 ب4 ناقص الصاد بيساوي 5. هنودي بعكس الاشاره، يبقى سالب الصاد بيساوي 1، يبقى اذا الصاد بسالب 1. طب ومجموعه الحل 2 وسالب 1، وده يدل ان حلنا صح. ادي هنا 2 وسالب 1 وادي هنا 2 وسالب 1. تمام تمام. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده ندخل على جزئيه تانية، ودي جزئيه مهمه وسؤال مهم. دي طريقه وضع سؤال مهم. ده السؤال بطريقه عكسيه. يعني ايه الطريقه عكسيه؟ يعني احنا في اللي فات كله في طريقه حل المعادله بيانيا وجبريا، في الحالتين انا كنت بجيب انا مجموعه الحل. اما هنا هو عاطيني مجموعه الحل وعايز متغيرين، عايز الف وب دول، عايز المجهولين دول. فانا بعمل ايه؟ قال لك بصي، انا لما اقول ان مجموعه الحل، يعني مثلا على المثال اللي فوق ده، لما قلت انا ان مجموعه الحل بتساوي 2 وسالب 1، معناها لما اقول ان مجموعه الحل اي رقم، وليكن على المثال ده 2 وسالب 1، لما اقول لي ليه مجموعه الحل ب 2 وسالب 1، معناها ايه؟ معناها ان انا لما اعوض بالزوج المرتب ده في المعادله الاولى هيحققها. يعني ايه هيحققها؟ يعني هنا الطرف ده بيساوي 5، صح. فالمفروض ان انا لما اعوض ب2 وسالب 1 هنا عن الس ب2 والصاد بسالب 1 يطلع لي ب5. طب هنعوض واشوف هل هينفع ولا لا. هو ده المفروض، دي القاعده الاساسيه، ان مجموعه الحل دي هي بتحقق المعادلتين. مجموعه الحل اللي انا جبتها دي بتحقق المعادلتين اللي عندي. تمام. فانا هعوض هنا 2 في 2 ب4 ناقص الصاد بكام؟ بسالب 1، دي سالب 1 ف4 ناقص 1، 4 زائد 1 5. بفعل الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، بفعل حققت المعادله. فانا لما اقول ان ده مجموعه حل المعادلتين دول، معنى كده لما اعوضها بتحقق المعادله. تمام. طب اشوف هتحقق دي ولا لا. يعني المفروض لما اعوض هنا كده يطلع لي القيمه بصفر، الطرف الايسر يطلع بصفر. تمام. فهعوض القيمه بايه؟ السين بكام؟ ب2. طب هعوض بالصاد بكام؟ بسالب 1، يبقى زائد 3 في سالب 1 زائد 1. تمام. هنقول بيساوي 2 3 في سالب 1 بسالب 3 زائد 1. 2 و3 2 و1 3 3 ناقص 3 0. يبقى فعلا حققت المعادله، الطرف الايسر بيساوي الطرف الايمن. فهنا دي مبنيه على الفكره دي، السؤال ده مبني على الفكره دي بس بطريقه عكسيه. هو عاطيني هنا
مجموعة الحل. طب هو انا بقول لك مجموعة الحل للمعادلتين دول وعايز المجهولين الالف وب، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا المفروض لما اعوض بالمجموعة الحل دي بالزوج المرتب ده في المعادلتين يتحقق تحقق المعادلتين. طب انا هعوض واشوف. هعوض في المعادلة الأولى، هعوض عن السين ب2 والصاد ب1. الصاد ب1 يساوي ألف، السين ب2 يبقى 2 ألف ناقص الباء. يبقى أنا عندي أول معادلة إن 2 ألف ناقص الباء ب1، يبقى نسمي المعادلة دي معادلة 1. طب المعادلة التانية هعوض في المعادلة إيه؟ هعوض في المعادلة التانية بالزوج المرتب هو. هعوض عن الصاد ب1 والسين ب2، يبقى 2 في 1 في ألف زائد 2 باء بيساوي 8. الله، كده انا جبت ايه؟ معادلتين في مجهولين. الله، والمعادلتين من الدرجة الأولى كأني هحلهم تاني بالطرق اللي احنا خدناها. كأن دول ايه؟ بدل ألف وباء كأنها سين وصاد، يعني كأنها سين وصاد. هحلها تاني. طب احلها كيف؟ احلها بطريقه الحذف او بطريقه التعويض. خلينا نحلها جبريا احسن من نحلها بيانيا. بطريقه الحذف او بطريقه التعويض، وكاني هحلها مثلا بطريقه الحذف اللي احنا فيها دي. فهكتب ايه؟ المعادلتين بالشكل اللي هو ايه؟ الف س زائد باء س زائد ايه بيساوي ايه؟ الجيم. فهقول ان 2 الف ناقص الباء بيساوي 1 واسمي المعادله دي المعادله الاولى. طب وهنا الف زائد 2 باء بيساوي كام؟ بيساوي 8 واسمي المعادلة دي التانية. عايز احلهم بالحذف. بعمل ايه؟ بصيت فوق لقيت ان الباء اشارتها سالبة وهنا اشارتها موجبة، بس هنا معاملها 2، هنا معاملها 1، فانا عايز اخلي المعامل هو فوق وهو المعامل تحت بعكس الاشارة. فهضرب المعادلة الاولى في 2. اضرب المعادلة الاولى في ايه؟ في 2. نقول بضرب المعادلة الاولى في 2. طب لما نضربها المعادلة الاولى في 2 هنعمل ايه؟ هنقول 2 في 2 ب4 الف ناقص 2 باء بيساوي 2. المعادلة الأولى. طب المعادلة التانية هتنزل زي ما هي، ألف زائد 2 باء بيساوي إيه؟ بيساوي 8. هعمل إيه؟ هجمعهم بالجمع. ليه؟ لأن أنا مركز إن أنا هطير الباء، وبصيت لقيت إن الإشارات مختلفة، فخلاص هجمع على طول. طب لو الإشارات متشابهة أنا عايزة أخليهم مختلفين، فهعمل بالطرح. فاهمين يعني؟ تمام. فلما أجمع هتقول 4 ألف وألف 5 ألف، دي هتروح مع دي بيساوي 2 و8 10. يبقى إذن ألف بكام؟ ألف طلعت هنقسم على 5 يطلع ب2. طب أنا عايزة الباء وعايز ألف وباء. هعوض في أي معادلة منهم ولا كأني أعوض في الأولى دي. هقول إن الواحد بيساوي 2 في ألف 2 في 2 ب4 ناقص الباء. يبقى إذن 4 ناقص الباء بيساوي الواحد. هنودي العكس الإشارة، يبقى سالب الباء بيساوي كام؟ 4. 1 ناقص 4 سالب 3، يبقى الباء ب3. يبقى أنا كده جبت المجهولين، الألف ب2 والباء ب3. الألف ب2 والباء إيه؟ والباء ب3. عندي بعد كده إزاي أحل المعادلتين بالآلة الحاسبة. يعني مثلا سؤال مقالي، لو سؤال مقالي وعايزة أتأكد من حلي فأحل بالآلة الحاسبة. ولو سؤال اختياري وعايزة أخلص وعايزة عشان الوقت بتاعي في الامتحان فأحل بطريقة الآلة الحاسبة. إزاي؟ وليكن عندي معادلتين زي كده وبقول لي حليهم، هعمل إيه؟ ده هي بالآلة الحاسبة. ادي الآلة الحاسبة بتاعتي اهو. بعمل ايه؟ بدوس مود 5 1. تاني خطوات من الاول اهو، خطوات من الاول. بدوس على مود بيديني ايه؟ 8 اختيارات. بدوس انا على الاختيار الخامس 5، بعدين بدوس عليه على الاختيار الاولاني 1. اكتبوها لي كده اهو، اكتبها لك انا هنا مود. بدوس على مود، وبعد مود بدوس على الرقم 5، وبعد الرقم 5 بدوس على رقم 1. هيديني الشكل ده، هيديني المنظر ده. ملاحظة على الحل بالآلة الحاسبة ان انا برضو لازم اكتب المعادلتين على الصيغة ايه؟ ألف س زائد الب صاد بيساوي ايه؟ الجيم، يعني الحد المطلق بره. فالمعادلة دي مكتوبة بالشكل الصحيح، والمعادلة دي لا، ده انا عايزة اطلع عليه الحد المطلق بره، فخليها ازاي؟ س زائد 3 صاد بيساوي سالب 1. طيب بعد ما كتبت مود 5 1 طلعت بالمنظر ده. هعمل ايه؟ اول خانة بتبقى معامل السين، تاني خانة بتبقى معامل الصاد، تالت خانة الحد المطلق اللي طالع بره اللي بالشكل ده. تاني، اول خانة معامل السين، تاني خانة معامل الصاد، تالت خانة الحد المطلق. وهنزل تحت، دي المعادلة الأولى. المعادلة التانية نفس الكلام،
أول خانة معامل السين، تاني خانة معامل الصاد، تالت خانة الحد المطلق. وبعدين ندوس يساوي، هيطلع لي أول قيمة السين وتاني قيمة الصاد. لو تلاحظوا المعادلتين دول اللي احنا حليناهم هنا اهو، طلعت إن السين ب2 والصاد ب1. هنشوف الآلة الحاسبة تطلعهم بنفس الشكل ولا لأ. بسم الله. أول معادلة عندي معامل السين كام؟ 2، فهدوس على 2 وأقول لي إيه؟ يساوي. هينقلني على الخانة التانية. الخانة التانية معامل الصاد، معامل الصاد هنا كام؟ -1، أدي -1 وأدوس على يساوي، هينقلني للخانة التالتة اللي هي بتاعت الحد المطلق. الحد المطلق هنا كام؟ 5، أدوس على 5 وأقول يساوي، هينزلني تحت على المعادلة التانية. المعادلة التانية معامل السين كام؟ 1، أدي 1 وأدوس يساوي. معامل الصاد كام؟ 3 واليساوي. معامل الحد المطلق كام؟ -1، -1 وأدوس يساوي، وأدوس يساوي مرة كمان. فيطلع لي الإكس دي اللي هي السين، الإكس اللي هي السين، طلعت السين ب2 فعلا. طب والصاد؟ الصاد طلعت فعلا، الواي اللي هي الصاد طلعت ب1. فهنا طلعت فعلا ان السين ب2 والصاد ب1. دي طريقة الحل الآلة الحاسبة عشان لو عايز أتأكد من الحل بتاعي. آخر حاجة معانا في الدرس بتاعنا هي تطبيقات على حل المعادلتين من الدرجة الأولى. دي مسائل نظري أو مسائل اللفظية، المسائل اللفظية. الخطوات بتاعتي اللي هي الأساسية إن أنا بعمل إيه؟ بنفرض أحد المجهولين س والآخر ص. تاني حاجة بنعمل إيه؟ معطيات المسألة هنكون معادلتين في س وص، هنكون معادلتين في س وص، ومنها نحل بقى المعادلتين بينين أو جبرين مش هتفرق، وأجيب منها السين وأجيب الصاد. طب هنشوف أول سؤال. أول سؤال بيقول لك إيه؟ عددان نسبيان مجموعهما 14 وضعف أكبرهما يزيد عن 3 أمثال أصغرهما بمقدار 3، أوجد العددين. طيب أنا عندي عددين، واحد كبير وواحد صغير، فأنا هفرض إن العددين دول، هقول كده بفرض العددين هما س وص. طب أنا عايز أعرف الأكبر والأصغر، هفرض برضو وبفرض الأكبر س والأصغر ص مثلا. عايز اجيبهم. اول حاجه قال لك ايه؟ هنعمل معادله من اول كلمتين. قال لك مجموعهم 14، يبقى انا هقول ان السين زائد الصاد بيساوي 14، ودي المعادله الاولى. طيب المعادله الثانيه بيقول لك ايه؟ ضعف اكبرهما. فين اكبرهما؟ السين، ضعفه يبقى 2 س. يزيد دي يعني ناقص على طول، يزيد يعني ناقص، يبقى ناقص 3 أمثال أصغرهما، 3 أمثال 3 ص بيساوي كام؟ بمقدار 3 بس. يبقى دي المعادلة التانية. استنى الأذان يخلص وهنكمل. بعد كده هنكمل ايه؟ هنبدأ بقى نحل المعادلتين اللي احنا طلعناهم دول، هنحلهم جبريا. هو بيقولك يفضل الحل الجبري، يعني يفضل الحل الجبري أحسن من الحل البياني. هنحلها بطريقة التعويض المرة دي علشان احنا حلينا بطريقة الحذف كتير. هنحل بطريقة التعويض. أنا عايز أجيب التعويض بينص على ايه؟ ان انا بجيب واحد مجهول بدلالة التاني ومتغير بدلالة الاخر، ولازم او يستحسن ان انا اختار المتغير اللي معامله موجب 1 علشان ما اقعدش اقسم معامل. فهنا السين والصاد معاملهم موجب 1، اختار مثلا السين. لو جبت السين هيطلع بيساوي كام؟ 14 ناقص الصاد. كده انا جبت السين بدلالة الصاد. طب هعمل ايه بعد كده؟ بعوض بدي في المعادلة التانية. لو انت تكتبها كخطوات هنقول ايه؟ نسمي المعادلة دي رقم 3 وهنقول بالتعويض ب3 في 2، بنعوض بالمعادلة الثالثة في 2. هنحوش كل سين ونحط مكانها القيمة دي، يبقى هنحوش 2 في السين 14 ناقص الصاد ناقص 3 صاد بيساوي 3. 2 في 14 ب28 ناقص 2 صاد ناقص 3 صاد بيساوي 3. لو تلاحظ ان انا طلعت معادلة كلها صادات، مفيش سينات خالص. تمام. سالب 2 صاد وسالب 3 صاد يبقى سالب 5 صاد بيساوي 3 ناقص 28 يبقى ايه؟ سالب 25. السالب مع السالب وهنقسم على 5 بالصاد هتطلع بايه؟ الصاد هتطلع ب5. طب انا عايزه السين، هعوض في اي واحده منه، هعوض في ليها، هعوض بقول كده بالتعويض. نسمي المعادله دي مثلا رقم 5 ب5 او رقم 4 اقصد ب4 في 3.
تمام، هنعوض بيها. هنقول ان السين هتطلع بيساوي 14 ناقص 5 هتطلع ب9. يبقى انا عندي مجموعة الحل هي 9 و5. جميل جميل. اخر مثال معانا في الحصة النهاردة على جزء التطبيقات. المثال ده بيقولك مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 2 سنتي ومحيطه 28 أوجد طوله وعرضه. هفرض مثلا إن طول س والعرض ص. يبقى أنا هقول كده بفرض أن الطول هو س والعرض هو ص. تمام تمام. قالك طوله يزيد عن عرضه، طوله اللي هو س يزيد قلنا يعني ناقص على طول، يزيد عن عرضه بمقدار ايه؟ 2. يبقى س ناقص ص بيساوي 2. دي أول معادلة اسميها المعادلة رقم 1. تاني معادلة محيطه. محيط المستطيل كام؟ أي محيط أي مضلع مجموع أطوال أضلاعه. فأنا عندي ده ص برضه وده س، مجموع أطوال أضلاعه س وس وص وص، يبقى 2 س و2 ص، أو 2 في طول زائد العرض. 2 في طول زائد العرض ده محيط المستطيل، ده المحيط. المحيط 2 في س زائد الص. فهقول المحيط 2 في السين الطول والعرض بيساوي المحيط بكام؟ ب28. هقسم على الاتنين هنا واقسم على الاتنين هنا، فيقول ان السين زائد الصاد بكام؟ 28 على الاتنين بكام؟ ب14. دي المعادلة التانية. هنا الحسب اسهل من التعويض. هنكتب المعادلتين عادي. ادي السين ناقص الصاد بيساوي 2 واسميها المعادلة الاولى، وهكتب هنا الصاد قصدي السين زائد الصاد بيساوي 14 اسميها المعادلة التانية. هلاقي ان هنا الصاد في بنفس المعامل وعكس الاشارة، فاقول بالجمع على طول، ولا هضرب في حاجة ولا هجمع على حاجة، اقول بالجمع على طول. فاجمعهم س وس 2 س، الصاد مع سالب الصاد 2 و4 16. يبقى الس هتطلع بكام؟ 16 على 2 هتطلع ب8. يبقى الس ب8. طب انا عايز الصاد يا ناس، هعمل ايه؟ هعوض في اي معادله. مثلا اقول بالتعويض الس بيساوي 8 في المعادله رقم 1. المعادله رقم 1 الس ناقص الصاد بيساوي 2. هعوض عن الس ب8، 8 ناقص الصاد بيساوي 2. يبقى اذا السالب صاد بيساوي 2 ناقص 8، نودي بعكس الاشاره اهي، هتبقى سالب 6. يبقى صاد بكام؟ ب6. يبقى اذا مجموعه الحل هي ولاحظوا او خدوا بالكم ان احنا بنبدا بالسين 8 و6. خلصت. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله الاسبوع الجاي، وان شاء الله خير. وانتوا بقى اللي عليكم دلوقتي ان انتوا بعد ما سمعتوا الدرس لازم تحلوا عليه التمرينات بتاعته، لازم تحلوا عليه التمرينات بتاعته. وانا لو قدرت بجانب الكليه بتاعتي ان انا احل معاكم التمرينات هعمل كده والله، مش هتاخر خالص عليكم. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.